بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم. أتمنى تكونوا بخير وبصحة وسعادة. معكم إسلام صقر. فيديو النهاردة بعنوان الكيان ووهم التمدد. السيدات والسادة المشاهدين، تابعوني لنهاية الفيديو عشان نعرف أصل الحكاية. فاصل ونواصل. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. الله أكبر. الكيان وهم التمدد. هل يسعى الكيان لفتح جبهتي مصر والأردن لجر أمريكا إلى الحرب؟ السؤال هنا، إيه اللي وراء تصعيد الكيان؟ بالرغم إن الكيان فشل عسكريا في غزة أمام قوة غير نظامية سواء حماس أو الجهاد، إلا إن الكيان يفتح الآن الحديث عن جبهات أكبر اللي هم سيناء زائد الأردن. والسؤال هنا، كيف يجرؤ طرف عاجز عن حسم معركة محدودة على فتح جبهات أوسع؟ الجواب، الكيان لا يراهن على نفسه بل يراهن على أمريكا كجيش بالوكالة، ويريد أن يستدرجها لحرب مباشرة في المنطقة. طيب سؤال تاني، ليه مصر والأردن بالذات؟ مصر قلب العالم العربي وعقبة أمام أي مشروع للكيان للتوسع. السيطرة على غزة لن تكتمل إلا عبر الضغط على سيناء، وجر مصر لصدام سيعني فتح الباب لوجود أمريكي إسرائيلي أعمق في المنطقة. الأردن خاصرة رخوة للضفة الغربية، إذا فتحت جبهة مع الأردن تفرض معادلة جديدة تسمح لإسرائيل بترحيل الفلسطينيين شرقي النهر تحت غطاء الفوضى العسكرية. إذن الهدف ليس النصر العسكري بقدر ما هو إشعال فوضى استراتيجية تشرعن التدخل الأمريكي المباشر. وتوجد مؤشرات على أن المخطط جاري بالفعل، منها الخطاب التصعيدي الإسرائيلي، تهديد باجتياح رفح، زائد تلميحات باقتطاع أجزاء من سيناء، زائد تصريحات بمحو الأردن من الخريطة. ثانيا، الحشد الأمريكي، فحاملات طائرات أمريكية تمركزت شرق المتوسط والخليج منذ بداية الحرب. ثالثا، أنظمة دفاع جوي أمريكية نشرت لحماية الكيان وهو تمهيد لأي مواجهة إقليمية. رابعا، عجز الكيان في غزة، كلما زاد فشل جيش الكيان في القضاء على حماس زاد احتمال التصعيد لتوسيع الحرب لكي يظهر أن المعركة أكبر من غزة، وبالتالي تبرير تدخل واشنطن. أما نيجي نشوف التجربة التاريخية بتقول إيه. في عام 1956 اللي هو العدوان الثلاثي، هتلاقي ان الكيان لم يتحرك الا بغطاء بريطاني فرنسي. وفي عام 1991 هتلاقي ان الكيان الاسرائيلي حاول ادخال نفسه في حرب الخليج بالصواريخ، وده لاجبار امريكا على مواجهة اعدائها. اليوم يعاد نفس السيناريو لكن بحجم اكبر، فتلاحظ ان الكيان يشعل وامريكا تقاتل. طيب ليه امريكا قد تنجرف للمخطط؟ أولا، الانتخابات الأمريكية قريبة واللوب الصهيوني بحاجة لانتصار يسوق في الداخل. ثانيا، البنتاجون يرى أن بقاء الكيان ضعيف يضر بميزان الردع الأمريكي في الشرق الأوسط. ثالثا، التصعيد مع مصر والأردن يمنح واشنطن فرصة لفرض ترتيب أمني جديد يضمن وجودا عسكريا مباشرا في سيناء والحدود الأردنية. نيجي لنقطة المخاطر على الكيان نفسه. المفارقة هنا إن الكيان يلعب بالنار، فالمواجهة مع مصر زائد الأردن ليست نزهة، والتاريخ يشهد في 1968 و 1973 أي أن حرب بهذا الحجم قد تفجر الوضع الداخلي للكيان اللي هو أساسا منهك سياسيا واجتماعيا. أمريكا نفسها قد لا تكون راغبة في التورط العسكري الشامل بعد أوكرانيا وتايوان، مما يجعلها قد تترك الكيان وحيدا في منتصف الطريق. نستشف من ده كله إيه؟ إن الكيان يعلم إنه غير قادر على النصر وحده، لذلك يلجأ للتصعيد ضد مصر والأردن لجر أمريكا إلى الحرب. الهدف النهائي من ده كله هو خلق واقع يسمح بإعادة رسم خريطة المنطقة وفق وهم إسرائيل الكبرى. المعادلة الحرجة هنا هي أن نجاح المخطط مرهون برد الفعل الأمريكي لا بقوة إسرائيل نفسها. والخلاصة من ده كله إن المشهد ليس مجرد تصعيد عشوائي بل مناورة استخبارية مدروسة. الكيان يفشل في غزة فتفتح النار على جبهتان أكبر ليقول رسالة لأمريكا: إما أن تدخلوا الحرب معنا أو تخسرون للأبد. وده هو أخطر ما في القصة، فالحرب القادمة قد لا تكون بين إسرائيل وجيرانها فقط، بل بين أمريكا والعالم العربي، وإسرائيل مجرد الشرارة. هنا يبان ان اسرائيل الكبرى مش مشروع قوة اسرائيلية خالصة، بل مشروع ابتزاز امريكي غربي تحركه تل ابيب من الخلف. واقول لحضراتكم حاجة من على طرف المعلقة، فدائما الصقور تغرد. اسرائيل تحشد اسطولها البحري نحو الحدود المصرية في خليج العقبة لمناورات حرب التهجير. وفي النهاية أتمنى أكون قدرت أوصل الرسالة لحضراتكم. اللهم احفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء، اللهم احفظ جيش مصر وشرطتها، اللهم ارحم شهداء الوطن. عاشت الأمة العربية وتحيا مصر، تحيا مصر.
تحيا مصر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.